بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أيث مثلا ربي سبحانه عز وجل يخلق دي الدنيا في غد منهاج حياة ربي ناد ذي صورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ده شو المعنى الآية يجي؟ معنى القرآن الكريم أغي يهدو أغي وله أغي يوي سين يلهان ذي أربعة الأمور. أما ذين الشدن غال الإيمان باشاني السين ربي وحدس خطر زمرة دينيون ثمسل تاقي ثفان وثفانارا أطاس قمذان ويعرقوا فريد. ثمسلة الإيمان بالله مسألة جوهرية ذنساتي ذي الساس ربي ناد ذي سورة الأنبياء الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ربي ونوريس عشري ذي الزمان ذي نسيذير ثورة لأنه قذهم يعرقوا فريد أرسلنا ربي سبحانه عز وجل. ذين يغدينا ربي ذي الصورة فصلت الآية 53 إن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أين يعني الإيمان الأمر والسين أين يعني العبادة ولاش الدين. العبادة يستلها تقرز تشبح ثلها أم الإسلام كل شيء لا ثلا عبادة الصلاة صلة بين العبد وربه تظليث 5 ظلة يريض واس بلا الرواتب والمندوبات ونوافل ذوات السبب إلى غير ذلك وقيام الليل وكذا. ثلا زكاة العشور وهي عبادة أيضا ولكن هي عبادة مالية اجتماعية. ربنا في سورة المعارج في الآيتين 24-25 والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ربي سبحانه ذي العبادة ذي العشور أتنسفغض بأوعية الزكاة المعلومة أم بعد إن دات تفكم يوقع ذي خصا 8 الصناف. وساند ذي سورة التوبة الآية 60 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 8 الصناف. وساند ذي الآية 60 من سورة التوبة. ولا ذم سفريد ابن السبيل ولو كان يكون في بلاده غني جدا ولكن يسدين في الحرمة عابر سبيل يسعى موريس يسعى نصيفيس يسعى الحقيس أي غار يسعى سهم كامل ولو كان هذه إذا مركنتي ثمورثيس أي غار الإسلام هذه قار ينسلم وريد سليرة مذلول هذه يعيش سلعي زينس إعدادي ثمورث أن دلان ينسلمان يسفغ العشور زكي يسعى سهم ينس ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الزكاة الصيام الحج إذن الجانب التعبدي وثلاثة الجانب الأخلاقي التربوي تصرف خاطر ما إلا تخص تصرف ما إلا يوني تظل يتصوزم نورمال ولكن تصرف الله ينوب الغاشي ديجا كي هضر نبدل السيني تظليت يارك ربي يارك ذي يمانيك ولكن شو غيه من كوني ذي التصرف كاينك ذي الحذاقينك ذي القدرينك ذي الأخلاقينك. لذلك مسألة مهمة يهتم بها القرآن الكريم واهتم بها كذا واهتمت به السنة النبوية الشريفة في أحاديث كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام في الأدب المفرد البخاري سعى
كتاب معروف اسمه صحيح البخاري. يسعى كتاب يظن اسمه الأدب المفرد، مجموعة أحاديث في الأخلاق. أفذو مثلا الحديث 270 أشهد النبي عليه الصلاة والسلام إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. أنوذ المخير ديون ونسعى نصرف كاع عليهم وقيد الميزان. الحديث 271 ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. يعني ولاش الخدمة يقص عن الحسنات الزاين أم تصرف كاع عليهم. الحديث 272 ذا شهد النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأحبكم إلي إن اسمكم خبراغ أن يحمل غطاس أن يقيمني ذي يوم القيامة ذي الجنة كذا وكذا إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الحديث 273 يناد إنما بعثت بصيغة الحصر والاستغراق، يناد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولكن الرواية اللي في الأدب المفرد ماشي تسا الرواية النظام تاقي معروفة تاقي دينا ثورة، ولكن الرواية التي جاءت في الحديث رقم 273 في الأدب المفرد صحيح للإمام البخاري إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. الجانب الرابع ذا شوث وهو الجانب التشريعي. الجانب التشريعي أين يعنان الشريعة. الشريعة دي قارن وقيد الحلال وقيد الحرام وقيد الواجب وقيد المندوب إلى آخره. ثورة ذا الشرعنا أغدي قار خدمة الخير خاطر ماشي سيقاذاكي كان معناتها العبادات سعنت الغلة سعنت الثمرات. الإيمان يسعى الثمرات، العبادة تسعى الثمرات إلى قد فان ذي السلوك البنادم. لذلك ربي سبحانه عز وجل أغدي قار خدمة الخير افعلوا الخير. مثلا في سورة الحج أشحال يسعى الآية سورة الحج؟ طبعا السؤال ما عاد الأئمة اجتهدوا برك شحال بيبري كانك ساعة 78 آية 78 آية. الآية ما قبل الأخيرة الآية 77 أشهد لنا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أربا دي قار خذ مثل الخير أولا كي قارني مغارن نغطش فهم داوك قارني مغارن رسا في مغارين تولي هنغ الخير أشيني لها الخير أمي أخذ من الخير ازرع الخير إنا شاين تزرعض ذي الدونيث كمل أتغلطض ذي الآخر الزرع ينبت أربي فكاغي مسن ثل دضاغ يفسن أمغار السوال المزيد سغوال أمر كانتي يتناول أكاد شرح تشرعيس قبيليث تشرحيس قبيليث أمغار السوال سيني الهان غير صواف غير الميزان غير الأقدار غير الحرمة إلى آخره. ولكن دا غير مزيد سغوال أمر كانتي يتناول في غديني ذي شرع النغ لانت الآية تصغي توليهن أغدي قارن ترجموا إيمانكم إلى خير إلى أفعال خيرية. ربي اسمها الخيرة بعد ظهر أنواع الخير. فقيل الآية 77 من سورة الحج. ثلاث الآية النظام ذي سورة العمران ربي ناد كنتم خير أمة. بالمناسبة كلمة الخير وردت في القرآن والسنة كثيرا. تفتح بعض الأمثلة مثلا النبي عليه الصلاة والسلام إناد اسمي في حديث سعد بن أبي وقاص اسمي قرب هذه يمث وكذا إلى يوظن يهلك من بعد يبغى يفكك وين ديجا أثيفك في سبيل الله خاطر العبد مي قرب هذه يمث لا يسيري ما في كل شيء في سبيل الله يبغى أذي في كاين يكسبك ويذم ربي يجلي لنا كذا النبي عليه الصلاة والسلام إن يسأل بزاف إن الشطره يعني النصف إن يسأل ذي نسينا الثلث والثلث كثير
إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم، وفي رواية تذرهم عالة يتكففون الناس. إناس خيرات جضار رويك أدر جضي مولانيك أثني تجض ذي العز ذي الحرمة السعايا، ولا أثني تجض عالة على الناس يتكففون الناس. وقي منهج نبوي إرشادي توجيهي. ذي الحديث وايض حديث خرجه الإمام الترمذي في سننه رقم الحديث 5895: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فغادي كلمة الخير قيد الميزان. أولا الخير هي كلمة جامعة لكل أمر مفيد، وردت في القرآن والسنة بصيغ عديدة وفي سياقات كثيرة، مقصدها الأساس ترجمة الإيمان إلى أعمال ملموسة تتحرك في حياة الناس. فيا ديني اللي أولا الخير إذ شرهد ربي أطاس دي القرآن، وذي السنة إذ شرهد النبي عليه الصلاة والسلام أطاس. القمة مع بعض الآيات دائما في إطار الخير. سلامة الآية ثنقاروث دنا الآية 77 من سورة الحج. ماذا الآية 148 من سورة البقرة. سورة البقرة هي أطول سورة في القرآن. شحال ساعة عدد الآيات؟ يلا الشاطرين 286 آية. طبعا ذاك في التعداد إلى العد الكوفي العد البصري ليس هذا موضوع باش نحكيو عليه، ولكن الجماهير عدد الآيات 286 آية. سبحان الله. فضوس كان دي ثلماس أشحال 286 مقسومة على 2 يساوي كام؟ 143. في وسط السورة ربي شو دينا إناد وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أي غدي لتكونوا شهداء على الناس أغدي قال لقد سلمت حضران ولا يشهدن إزمر هذه الشهدية ونيغاف مثلا أتفضل السين خدمن شركة تجارة ولاش وك حضرني جالسن أزكى كي داولة الشهضض وزمات الشهضض أم كاث الشهضض فين وزر سوالني وتحضير دارا. الشاهد هو الذي حضر. وين يحضرن؟ ولو كان ذي بديون الشاهد زدت القاضي أسيني سيد القاضي ما تحضرض أسينو الحضير غارة وسيغد كان الشهادة هذا شو ثواقي صافي الشهادة النية ثينو اللي هي راكني. هنا ذي القانون يتابع بواحد الجريمة اسمه جريمة تضليل العدالة. معنى هذه الشهادة الزور ورعني خمدي السولة، ولكن رب دقار لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعود إلى قوله تعالى في سورة آل عمران ربي ناد كنتم خير أمة أخرجت للناس. الآية جاية مثلا آية فيها التشريف وفيها التكليف. أما الآية 143 من سورة البقرة ربي ندير تكونوا شهداء على الناس، معناتها الأمة لقد سيدي تحضر. الأمة لابد أن تكون حاضرة حضورا فعالا في جميع الميادين. في المجال العلمي إذا قد سيدي الأمة تحضر أمة اقرأ ولا قالت غاب. في المجال الاقتصادي الذمسة إلى قد سيدي تحضر. في المجال الثقافي إلى قد سيدي تحضر. في المعمل الاجتماعي الخيري إلى قد سيدي تحضر. إما لا تغاب خاطر سمحتي ما إلى الأمة تنصرف جهودها إلى الطاعات والعبادات دون أن تترجم إلى أعمال. كاين عبادات اسمها العبادات المتعدية النفع. لا عبادة قاصرة النفع، هي العبادة تنفع بافيس. واحد كي نوضع الزوج تاع الصباح يصلي القيام الليل
هو مستفيد. الله يبارك يزول قيام الليل ذي قبل ربي. وصلاة القيام، قيام الليل، صلاة الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبات، بعد المفروضات. ما كانش صلاة كما صلاة الليل. نعم صاحبها مأجور بيقين. الدنيا دار ابتلاء. ربي ند في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة كمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وذي سورة البقرة الآية 155 156 في الآيتين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع اللاز كمل ونقسم الأنفس والثمرات والثمرات ونبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقسم الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والنبي عليه الصلاة والسلام يناد الأنبياء باش الناس يكون عندهم ثقة في الله، يكون عندهم كوراج، يكون عندهم الثبات، خاطر الدنيا فيها امتحانات باش الإنسان لا ينهار. خاطر ممكن الإنسان قولت فلاس المشاكل غادي يسترحي كلش نغلا يتمثل أتفضل ما لهنا يزمراس إما تصايض هذه بطلة كيني خلاص شحال قد ظل تصوصو ما داكي الشيطان مدخل كبير يدخل منه الشيطان. أسينا مشيني فظلي فرمضان ما شاء الله سفريض وهذه ديال المقارنة وهذه ما كان والو لا صلاة لا العشور لا والو ولكن ما يخصو والو. هذا الشيطان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام باش يعطينا هذيك الثقة والثبات يناد الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل. أربعة دقال الأنبياء يعد فلاسا وهم صفوة الخلق، يعد فلاسا العجب. وربي فكاغد حتى الأزمات الكبرى في هذه الآيات من الآية 10 حتى الآية 191. الأزمة الاقتصادية، الأزمة الأخلاقية، مدنغ الأزمة تفكرنا بيها. الأزمة الأخلاقية القوم اللوط يا أخ. الأزمة الاقتصادية قوم شعيب. الأزمة السياسية الاستبداد والطغيان قوم تاع سيدنا موسى إلى آخره. معنى كل رسول أرسله الله لمعالجة أزمة من الأزمات الكبرى. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم اجتمع عنده ما تفرق عند غيره من النبيين والمرسلين. وربنا قال في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يلا لذلك يغردني راكم مسينا كي باش هذا دينيغ باللي أقل هذه الدونيث. وربي سبحانه واش قالنا؟ نرجع إلى الآية 110 من سورة العمران. واش قال ربي سبحانه؟ كنتم خير أمة. تشريف وتكليف. هذه الخيرية هذا المقام السامق لا ينال إلا بالاجتهاد والعمل وبفعل الخيرات. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مضبض الأجد مشتغى إمغار نقارن زيك همة الوقت همة لين دينا أكيد همة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السين الحروف السين الحروف يتصربين من الدنويات وقال لك ودي شفانا كيني همة أو همة يجي ساعة زرذام قرآن أما ذي ثواشولت أما ذي ثمتي ذي المجتمع أما ذي قذروم أما ذي كل مكان ما إلا همة الخير أربح. ماشي ذي العيف ما يغلط بنادم عادي. ذي العيف ما يتكمل ذي خسارت. أي القارن زيك قارن ربي يعفو يغفر يويني الشظن يوخر صافي هما يجي ذا نباه ذا ولا ذا التذكير. ربي قال في سورة الذاريات الآية
55 وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بلاد ما دي مكتين هذه الدقس وهكذا. إذن ربي سبحانه يناد في سورة العمران الآية 110 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وآيات كثيرة ربما أختم بآيتين. الأولى في سورة البقرة الآية 148 اسميس فاستبقوا الخيرات. شوف الآية فاستبقوا إلى وأن تدين ربي سبحانه ينادي يسارعون في الخيرات. المسارعة والتسابق معنى تمزي الزلف. يعني تصوروا هذا المشهد البديع، الناس يتبارون تزالن غير الخير. ماذا بك كني نغلا تمزي الزلف غير الخير تلها تمزي الزلف سين النظام ديريت خاطر زيكي مغارب قمر اسمي سا اكيناي النظام ثايض اكينين دعس دعوة الخير ماشي صايض نساول غير الخير ماشي روايض. شوف الحذاقة الذوق الرفيع والذوق السلوك والروح. الملزم سلاي سمحتي حذرنت شفي غيون الوقت جيدا فلاس يعفو ربي انا حضار يوني ناس اغلق ثبورث ناس وقرنا اغلق ثبورث ما شاء الله. اما سربح ثبورث نغ امذل ثبورث ثقيد الحذاقه من لا تيرمينولوجي المصطلح الى قد اختيرض امسلاي ونجرحاله غلقاكي زين ور الزياره صاي شغل ما كني ولا سيني السوضه كني ذا شو نغ انعام نزريك ذا شو زاي شو تنغلا يا اخي الزاي اما دين انعام ذا حلاو ذا قرن ما دين نعمك ينعمك الخير وقال كان جواب تكيد الحذاقه ينعمك الخير. ولكن يروى ان العباس رضي الله عنه عمس النبي عليه الصلاه والسلام عمس مقر ديال العمر يغلب النبي عليه الصلاه والسلام سقسنت الناس وذا مقران ما ذكيش نغذن فيه إزمرا سيدي كذا مقران في النفي وجواب صحيح خاطر مقر في الناس ديال العمر. ولكن مادام ذيوني تحزيفا يسعى زيضان يوزن وليس إناس الرسول أكبر مني وقد ولدت قبل رسول الله تفرا وحدس إناس الرسول مقر في الليل خاطر مقام الرسالة الزاي باش سينيك مقر في الرسول الزاي ذغنيس الرسول مقر في الليل ذا شون كيني لولا غد قفليس ذا كان معناتها الغاشي فاهمين باللي ذي العمر نسيذا قران ولكن ذي القدر خاطئ انزلوا الناس منازلهم. لذلك يا نهضر كيف مثلا سمحتي باش نزر مدينه ربي فاستبقوا الخيرات تجي في سوره البقره الايه 148. سوره المائده تكررت الايه فاستبقوا الخيرات كيف ولكن كساسميه رقم الايه 48 تفهماس دي سوره البقره رقمها 148 دي سوره المائده رقمها 48 يعني نقص 100. فاستبقوا الخيرات. ثم اخيرا في الخاتمه ذا شو الخير نخدم هذا السؤال المهم ذاكي يزمر خاطر الشيطان يوعر الشيطان ذا عدو نغياك اسمي سليمي ديكلاري عدو مبين اسمي ربي عدو مبين. ابن القيم الله يرحمه ابن القيم كيف يونو مسنو ذا القران ان ديم بول يتعدى ان الشيطان ياتيك من باب المعصيه فان عجز ياتيك من باب الطاعه ولا يهمه بايهما فاز. الانسان يقاوم وعلى بالكم صليتوا على الناس ما يصليوش ولا لا نزول في الغاشوه تزرنا لا غاضنا مليح اتزرد فيون صلاه الجنازه ما صلى حتى ركعه ان شاء الله ربي يهدينا جميعا خاطر نكون الفرح ما الا الغاشا تزلانا الحمد لله ربي ناد كذلك كنتم من قبل ربي ناد الحمد لله الذي هدانا لهذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولكن كون إذا سمحتي كان ذايا كان ثريث مثلا العمل الخيري ذا شرا نخدم. الجواب: كل ميسر لما خلق له. ممكن يجي الشيطان من باب الطاعة يقول لك العمل الخيري بني غير الجوامع برك، الباقي كاع ما عندوش قيمة. لا واحد يقول لك شوف تخرج الجوامع عيون كان إمغذان، وإذا شيني عيون إم إموضان، وإذا شيني عيون كان إوجيلن إلى آخره. انت الحقيقة الشريعة الناد اسمها الخير، خدم الخير وخلاص. كل يونس شو ميزمر يوثن تدارت إلا يونس ميدي ولا نتريت ذا شو يخدم. عمل خيري عجيبة يدور في الدشرة، يرفد الشكارة هذيك نتاع يرفد وين يلقى بطايا ورت رماها كاش طفال ولا يديرها. هذه خدمته برك لا روتريت. كان أنموذجا لإماطة الأذى عن الطريق، أنموذجا لمحترم البيئة لونفيرونمون، يقدر الطبيعة يقدرت. ولاو الناس كي يروح واحد يرمي حاجة يتفكروا يقول ذوك صافي كي نرميها مسكين هو اللي يجمعها. صدقوني حتى الذراري الصغار اللي عندهم 4 سنين 5 سنين سمعوا به عمي الفلاني يجمع يضم يجمع كذا الى اخره. معناه ولا هو بنفسه وفقه الله باش يدير لونكادرمون تأثير للأمة في مجال حيوي اللي هو مجال النظافة. تزدي أنعاميه إلى هذه زدين ولاوان ما زديت ولاوان شبحان وذماوان 3 زديدة ثمناطا دان سيفير ثقي أمر مهم جدا جدا. علاش نركز على هذه؟ خاطر كل الآن رانا عايشين في الباطمات وفي المدن وكذا في مغارين زي خيرنا زيك ثمغارث مرد غتفرض أتزيزدي ماشي ذا خام كان أخام أفراي أزرو ذي فراي لا كان ماشي هكا. ثورة سر ذي الباطمة واستفضين زداغ الباطمة باش هذا مسفهام من هذا قرزن لاكاج ماشي ذاين سهلا لأنه كذا وفقتنا ربي الله يبارك خير ربي. ولكن للأسف معظم الناس لا علاقة لهم بهذا العمل الحضاري على وجه القطع واليقين. ولكن في غد فقط أن العمل الخيري هذه الرسالة الأخيرة لازم هممنا تنتشر في المجتمع وكل ميسر لما خلق له، وجهودنا تتكامل عملا بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. أكن من لا كل يونين وميزمر الخير آثي يخدم أما ويتعاون يكليلان ويتعاون في مامرين ويتعاون موضان ويزيز ديك الجوامع ويتسزل في مغذان كل يونين وميزمر آثي يخدم وقياك اسمه ربي الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فاستبقوا الخيرات. من بعد ندى ربي سبحانه في آيتين أختم بهما هذا الدرس. الآية الأولى في سورة الكهف نقرأها جميعا في يوم الجمعة. الآية ثانية في سورة الكهف الآية 110 ربي ندفى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويند في سورة البقرة في آخر ما أنزل الآية ثانية يدي نزل ديال القرآن أنت ذي الآية 281 من سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أنو غلاكم الزيم قرر قد سمتو ذاك نفون الله وبعدين ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يعني أين زرع بنادم ذي الدنيث أثي غلث ذي الآخرث. والخاتمة ذين يغدينا ربي ذي سورة الزمر سي الآية 73 ألم ذي الآية 75 خاتمة السورة
أغدي قرا ما كنت تسمع وان مذي الدونيث في الخير ويتسكفو ذي ويض ربا دي قرا كنت أتكشم من الجنة أكني زمراء جماعات أي غير الحكمة كما قال السادة المفسرون إن كما كنتم تتعاونون على العمل الصالح والعمل الخير في الدنيا ربي سيكرمكم بدخول الجنة جماعات ذي الدنيا تسمع وانم ولا الآخر في الجنة تكشم كني الجنة جميع أكنا ذي واستوحي شرف نادم خاطر أذيفاك المؤمنين يقسم ذي الدنيا تسمعونا في الخير أثني زراك وزرناك في الجنة إن شاء الله هكذا دينا ربي في سورة الزمر إن وسيق الذين اتقوا ربهم كمل إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت حفص وفتحت أبوابها ورش وقال لهم خزنتها مرحبا يسول الله سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين معنى يكفى العذاب ذي الدنيا لا العذاب ذا قرآن ولكن دي الجنة يكفى العذاب الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء لذلك ربي سبحانه خالدين معنى الله في اترنال حياة أبدية وقادر يسنى ولاقي تشمم الجنة يرنا خالدين داين أتفرح مياك وأن فرحاك ربي سبحانه إنا يغد أمشر دينين إمولا الجنة أدينين الحمد لله الذي صدقنا وعده ربي يفسر وعديس وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء من بعد ربي يريد سؤال خذ منا أشغل دينا فنعم أجر العاملين في ذنون وثروحة ذي الباطل أين الساعة سفمة غلثم فنعم أجر العاملين وآخر آية وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين أكون جعل ربي ذذرهم يفعل في اللون الهموم أكون يفكر ربي ثلاثا السر أكون يفكر ربي ثلاثا السر أكون يفكر ربي السر ذي سر أكون يفكر ربي إن شاء الله ينتبغى ولون وإن شاء الله ينتبغى يقضى أين تقاد يقضى أدي يفكر ربي شفاء يموضان مرة وذي رحمة ربي المثيلة كلمة إن شاء الله وكن يحفظ ربي إن شاء الله من كل بلاء هذه بعض ربي الهموم في اللون ولا في مولانا وإن شاء الله جميعا إن شاء الله كن يسر بدنيا وآخرة وذي يحفظ ربي ثمور في الجزائر إن شاء الله من كل بلاء أكون يجعل ربي إن شاء الله جميعا من أعلام الهدى ونجعل ربي جميعا من مصابيح الدجى آمين آمين والحمد لله رب العالمين.